اهلا بيكم معايا في فيديو النهارده جديد ومميز. هنعمل الممبار. انا عارفه ان الاكله دي ناس كتير بتحبها، بس هي في ناس كتير برضو بتقول عليها صعبه وما بترضاش تعملها. لكن يا جماعه هو جميل بصراحه ولذيذ، بيتحط بيتاكل في ثانيه. يلا كده، شايفين جماله وانا بحمره. هنروح وهنشوف الطريقه بالتفصيل. بصوا، ده الممبار معانا البلدي. هو دلوقتي وصل ل100 جنيه. بصراحة أنا مش عارفة إيه السبب، لكن إحنا عارفين الأسعار كل يوم بتزيد. شايفين بيبقى فيه دهنة كده في الجنب، ممكن نخفها شوية على أساس وإحنا بنقلبه ما تعذبناش. أنا بحط على ظهر المعلقة الخشب بالشكل ده وأبدأ أنزله لتحت. شايفين؟ يعني أمسك طرف الممبراية وفوقها المعلقة وأبدأ أنزل واحدة واحدة بالشكل ده. دي أول مرحلة في الممبار، ان انا بقلبه. تمام. تقطعيه حتت طويلة كده وتبدأي زي ما قلتلك تنزلي كده بالمعلقة واحدة واحدة. حطيه على المعلقة الخشب، ايد المعلقة، وتبدأي بالراحة خالص تنزلي واحدة واحدة. هينزل معاكي خلاص، خلصت كده. بقوم شادة بقى الحتة اللي كانت فوق الأصلية خالص، اللي كانت على المعلقة اهو. اتقلب معانا. هتكملي كل الكمية بالشكل ده. احنا اهو قلبنا الكمية كلها. مش لازم ترجعي تقلبيها تاني، خلاص سيبي جزء من الدهن جوه واحشي على طول. بتبقى بصراحة طعم الرز حلو. انا بقى بحط معاه شوية خل وشوية بيكربونات الصوديوم. تمام. وببدأ ادعكه بالشكل ده. المرحلة دي بتسهل علينا ان الطبقة اللي هي بننضفها دي بتخرج معانا بسهولة. حطي شوية حلوين كده من البيكربونات مع الخل، وابدأي ادعكي وسيبيه قد ساعة. المرحلة دي برضو مهمة يا جماعة. عندك بقى البورد اللي بتعملي عليه او اي حاجة كده، وبلبسها كيسة زي ما انتوا شايفين في قلب الحوض، وببدأ اجرد كده فيه على اساس ان كل الفضلات اللي طالعة تنزل في الكيسة، ما نبهدلش المكان ولا نبهدل نفسنا. بتبدأي كده، ما تكونش سكينة حامية او تكون حاجة باردة عندك، لا تقطعيه ممكن يتقطع منك. فبالراحة على الخفيف كده انتي هتلاقي الطبقة بتخرج معاكي بكل سهولة. زي ما قلت لكم هنجيب واحدة واحدة ونبدأ نجرد على الخفيف بالشكل ده. شايفين الفضلات معانا بتطلع بكل سهولة. نيجي بقى، انا عاملة خلطة المحشي العادية خالص. بنشوح البصلة، نحط لو عايزة تحطي فلفل قرن احمر، فلفل، وبننزل بالطماطم، وبتحطي البهارات بتاعتك، وتحطي كزبرة وشبت وبقدونس. حشي الممبار بقى زي ما انتوا شايفين كده. انا بفتح الفتحة وابدأ بصبعي الوسطى، يعني ماسكة زي ما، يا ريت يكون واضح قدامكم. انا ماسكة الممبار بايديا الاتنين، اللي هي فتحة البق بتاعه كده، وبايد بصبعي الوسطى بدخل الرز لجوه، بزقه لجوه بيدخل معايا بكل سهولة. هي مرة على 2 كده يعني. ان شاء الله تقدري تعملي كده. ما انتيش عارفة كده، ممكن تفتحيه خالص وبمعلقة تنزلي الحشو. اهم حاجة في الممبار يا جماعة ان احنا ما نملاهوش رز. ما ينفعش نبقى مليينه رز وهو ني، ان الرز مليان جوه خالص كده منفوخ. لا، هو لسه هيتنفخ معاكي، فما ينفعش تكوني حاطة حشوة كتيرة. لازم كده بتمليه الربع، على اساس ان هو لما بيستوي بيتخن معاكي. اولا هيبقى الرز، لو انت حاطه رز كتير هيبقى معاكي مكتوم من جوه وممكن يفرقع منك، وبيبقى طعمه مش ظريف. يعني الرز بيبقى جوه زي ما قلت لكم فوق بعضه كده، بيبقى مش ظريف خالص. لازم تبقى الممبرايه مهويه فيها هوا. او بالشكل ده. هو تقريبا يا جماعه الكيلو الممبار هياخد منك كيلو رز. الكيلو ممبار هياخد منك كيلو رز اهو بالشكل ده.
شايفين الممبارة مهوية ازاي؟ شايفين بيبقى مبطط بالشكل ده، ما يبقاش جواه الرز ملان على الاخر، عشان يبقى طعمه جميل. وزي ما قلتلك سيبي طبقة الدهنة جوه، بلاش ترجعي تقلبيه تاني، عادي خالص هيبقى جميل وظريف. اهو نحشي بقى انت كل الكمية دي، وحاولي تشيلي اي رز زيادة فيه اهو. يعني انا بشوف بصراحة احجام ممبار بيبقى تخين جدا جدا، ده هتيجي تاكليه بصراحة مبيبقاش له طعم نهائي، يعني كأنك بس قاعدة تاكلي رز. طب ليه بقى واحنا تعبنا فيه؟ يعني هو خدنا مراحل كتير عما خلصناه. احنا بقى بنبدأ نجهز معانا مية بتغلي على البوتاجاز، بنحط فيها ورق لورا وحبهان ومستكة وبصلاية مقطعة وشوية فلفل اسود. واول ما بتبدأ تغلي معانا بنمسك الممبارة واحدة واحدة كده وننزلها بالراحة اهو. هو اول ما بينزل في المية السخنة هو بيقفل لوحده. نزلي واحدة واحدة كده. انا عاملاه في الحلة الضغط، اللي ما جربش وعمله في الحلة الضغط يا جماعة بيبقى جميل جدا، بياخد منك بالظبط نص ساعة في الحلة الضغط. في حلة عادية ياخد منك ساعة وربع لساعة ونص، حسب هو كبير ولا صغير، من ساعة لساعة وربع لساعة ونص، طبعا ما بتسيبش اكتر من كده. انا هقول لك درجة السوى دلوقتي ازاي تعرفي ان هو استوى. هو بقى معانا لما بيستوى هوريكم شكله قد ايه جميل ما شاء الله. بقى شايفين نسبة الدهن الجميلة. خلي بالكم يا جماعة في ممبار، لان في ناس بتتغشي فيه، في ممبار صيني. الممبار الصيني ده بيبقى عبارة عن جلدة كده شبه البيضة خالص ورقيقة، ما فيهاش دهن خالص، لكن البلدي بالشكل اللي انتوا شفتوه معايا في الفيديو وانا بنضفه بيبقى الدهن فيه من اوله لاخره، وبيبقى واسع شوية. التاني خيط رفيع وابيض املس تمام، بيبقى وحش سيء جدا، والكيلو منه رخيص، الكيلو منه ب35 جنيه، بس طبعا ملوش طعم خالص. بصوا بقى الممبار معانا نعرف منين ان هو استوى؟ بتضغطي عليه بصبعك تلاقي صبعك نزل لتحت، يعني المكان اللي انتي ضغطتي بيه في صبعك نازل لتحت تمام كده، معناه ان هو استوى. انا هوريكم دلوقتي ثواني طلعوا بس. بصوا اهو انا ضغطت عليه، شايفين الضغطة زي ما هي لجوه اهي، ده معناه ان هو استوى ما شاء الله، استوى معانا زي الفل. في برضو يا جماعة حاجة عايزة اقول لكم عليها، تركاية حلوة قوي. انتي لو جبتي الممبار من عند الجزار وحطيتيه زي ما هو كده في الفريزر وطلعتيه نضفتيه بعدها بعد ما يتجمد، كمان الطبقة الفضلات دي بتطلع بكل سهولة. انا بقى طلعته وحمرته بالشكل ده. ومعلومة مهمة جدا برضو، بلاش نسيب الممبار في الشوربة عشان ما يستواش جدا، احنا نطلعه من الشوربة بتاعته ونصفيه كده ونبدأ نحمره بألف هنا وشفا. اتمنى كده الفيديو يعجبك وتدوسوا احلى لايك لايك لايك، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو وتعليق حلو منكم وتفعيل جرس الكل، عشان ان شاء الله اي فيديو جديد بنزله يوصل لكم اشعار بيه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع الف سلامة.